احتفالا بذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر سنة 48، واليوم نحتفل بالذكرى 62 لهذا الإصدار. واعتادت المنظمة كل عام أن تقدم تقريرا عن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة، واليوم سوف نتناول تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وقبل أن نستعرض تقرير حقوق الإنسان ونستمع إلى السادة أعضاء المنصة عن رأيهم أو عن رؤيتهم في حالة حقوق الإنسان في مصر، الأستاذ محمد رافت هيتقدم لنا مشكورا، والأستاذ عزت والأستاذ ليليان بتقرير موجز أعدوه على صورة فيديو عن حالة حقوق الإنسان في مصر طوال عام 2010. غادر الحياة دون ذنب فعل، فهذه الطفلة فقدت والدها الذي خرج ليلة الأربعاء إلى صلاة عيد الميلاد ليلقى مصرعه هو و7 آخرين أمام مطرانية نجع حمادي. فحتى لحظة كتابة هذا التقرير ما زال توابع الحادث من موجات غضب تتوالى. أقامت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على دعوى القس الأمريكي جون ستيري بحرق المصحف الشريف في ذكرى 11 شيء ما يتقوش مخلوق، عدت سنين وسنين وحبة أمل فضلي يا نعيش وراسنا لفوق، يا نموت بروح واحدة والدنيا هي شهدة، شيء ما يتقوش مخلوق. مع توترات سياسية أخرى تزامنا مع الانتخابات القادمة، إلى أي درجة يشكل خطورة على الوضع الأمني في مصر؟ يقول كل مرة أن هناك مؤامرات للداخل وأن هناك شرطة تقضي على هذه المؤامرات. يعني كيف تأتي تلك المؤامرات من الكنيسة القبطية؟ الكنيسة لم تفعل شيئا. هل مجرد أن هناك سلم لم تقوم به الكنيسة، سلم طوارئ تراق دمه مقتل قبطي وأكثر من 30 جريح واعتقال 150؟ ماذا فعل الأقباط؟ ماذا فعل الأقباط؟ هل أجرموا حينما يريدون الصلاة؟ احنا بنمهر رئيس الوزراء ووزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس القومي للأجور شهر، لو لم يتم وضع حد أدنى للأجور عادل يتناسب مع الأسعار سنقوم برفع جنحة لحبس رئيس الوزراء ووزير التخطيط. خرج عاطف مسعود اخرجوا كافه المندوبين اللي كانوا جوه، سواء لاي حد في الحزب الوطني لصالح عاطف مسعود جاد مسار. تحدث الزملاء على المنصه. سوف اتناول التقرير الذي اعدته منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان عن حاله حقوق الانسان في مصر عام 2010. تقرير عن حاله حقوق الانسان في مصر في الذكرى 62 للاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لعل بنظرة متأنية
يستطيع المرء من خلال التقارير والمعطيات الدولية لمعايير حقوق الإنسان يستطيع أن يدرك وليس بجهد من العناء أنه إن كانت مصر تحاول أن تخطو خطوات بعض الشيء لتحسين حالة حقوق الإنسان والملف الخاص بهذا الشأن، إلا أن خطواتها ما زالت بطيئة للغاية، لا لعدم فهم المعطيات الدولية والمعايير العالمية في هذا الشأن، ولكن ربما لغياب الإرادة الحقيقية، أو ربما لحسابات خاطئة، أو ربما لأن تحسين ملف حقوق الإنسان ربما يكون ذلك على حساب النظام السياسي القائم ومستقبل الحريات في مصر. وهذا ما تؤكده وتثبته التقارير الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى والعاملة في هذا الشأن، مثل تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، وآخرها تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، وكذا تقرير المنظمات المحلية. وفي هذا الصدد استطاعت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن ترصد تقريرا مفصلا عن ملف حقوق الإنسان، وسوف نوجزه في نقاط أهمها. أولا عن ملف الحالة الدينية في مصر وخاصة الأقليات الدينية. لم تزل المواد الدستورية في الدستور المصري والخاصة بكفالة حرية العقيدة، وعلى أخصها المادة 46 والتي تكفل حرية العقيدة لكافة المواطنين، ما زالت تلك المادة غير مفعلة على أرض الواقع، وهذا ما يؤكده آلاف القضايا المعروفة باسم قضايا العائدين إلى المسيحية، والتي ما زالت قيد النظر في محاكم مجلس الدولة منذ عام 2007 ولم يفصل فيها حتى الآن. ما زال مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد والتي وعدت به الحكومة ما زال في أدراج مجلس الشعب لم يرى النور بعد، بما يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الهوية الدينية. ترفض الحكومة وحتى الآن الاعتراف بعقود زواج البهائيين، بل رفضت قبل ذلك تنفيذ حكم المحاكم في إصدار بطاقة الرقم القومي التي تشير إلى دياناتهم بشرطة. ما زال التمييز واضحا في بعض المناصب في قطاعات الدولة الهامة على أساس الدين. بنود حقوق الإنسان 19 بند لا تحترم مصر فيهم إلا 6 بس، وليس من بينهم حق الحياة وحق الاعتقاد. ربنا ادانا أعظم فضيلتين في الحياة، المحبة في المسيحية والعقلانية في الإسلام. إزاي إيه اللي حصل بيننا حتى لا نستمتع بهذه المنحة؟ أمريكا لما حبت تدمج السود ضمن المجتمع الأمريكي عملت إيه؟ أخذ منها منظمة عالمية، منظمة قومية 25 سنة. النهاردة بنفتح التلفزيون بنشوف في الأفلام الأجنبية رئيس الشرطة الأسود العادل القوي، القاضي والقاضية الأسود إلى آخره، وأخيرا رئيس جمهورية أصوله سوداء وأصوله إسلامية.